السلام عليكم. ان شاء الله اليوم جينا بفيديو جديد بحلوه ديال العيد، حلوه اقتصاديه. جبنا من قلب الاقتصاد، اقتصاديه زوينه كتجي لهذا الشكل هذا. درنا قصعه، درنا فيها شويه ديال الملحه، وغنديرو فيها 3 البيضات ان شاء الله. تبعوا معنا المقادير، مقادير سهله ما فيهاش تكاليف كثيره، فيها حتى شي حاجه. دغيا كتوجد هاد الحلوه هذه بطريقه سهله وكتجي غزاله وكدير تحميره الوجه. اللي كنتي كتقلبي عليها هذه هي الحلوى الاقتصاديه. زدنا على 3 البيضات فانيلا وجوج الكيسان بقياس العنبه كما شفتوا معنا. هادو معمراهم بقياس العنبه، ديما القياسات كنعطيهم لكم بقياس العنبه. ومني خلطناهم عاد زدنا الزبده باش تجينا هاد الطريقه هذه ساهله. دغيا كتحك لينا الزبده ودغيا كتوجد لينا الزبده دغيا بطريقه ساهله. ملي كديري ليها بحال هاد الشكل هذا، جربوا هاد الطريقه هذه ديال الزبده غتولي عندكم معتمده باش دغيا كتوجد لكم ديك الزبده دغيا. نتوما شتي طريقه ساهله باش تحكت. زدنا عليهم 2 الكيسان ديال الزيت كنقول لكم بقياس العنبه. خواتاتي الغزالات ديالنا، تبعونا، تبعوا الفيديو حتى الاخير. ما نساوناش مني لايك مني بارطاج. هاد الحلوى انا عطيتها لكم هنا اقتصاديه وكميه كثيره كتخرج كميه وفيره. هاد الحلوى هذه تبعوا. من بعد زدنا 2 الخمارات حمرات، زدناهم. عاد زدنا كاس تاع الكوك. ثم تبعوا معنا المقادير والطريقه. غتهز لينا تقريبا شي 800 غرام ديال الفورص اللي غتهز لينا هاد الحلوى. اللي تقريبا شي 800 غرام ديال الفورص، كيلو تقريبا قل شي حاجه. ثم تبعوا، ولكن نوع الفورص كيبقى على حسب المقادير. هذا هي الشكل ديالها، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه. احنا غنحطيناها دابا، شدينا طبسيل درنا فيه تقريبا شويه ديال السنيده مع شويه ديال الكوك باش تعطينا ديك اللمعان. وشي الطابع تخدم اي طابع عندك، الطابع اللي بغيتي ديال الشهده، بغيتي اي طابع تخدمي به. غنديرو كويرات صغيورات دابا، غنديرو كويرات صغيورات وغنبداو ان شاء الله نخدموا معاكم. هانتوما تبعوا مع الشكل كنديروا كويرات تقريبا فيهم شي 15 غرام بحال هكا، صغارات ماشي كبارات. ولا بغيتي اختي غادي تزيدي تكبريتي على حسب الشكل اللي بغيتي. كديري بحال هكا وكتحطي في اللاطه، ومن بعد كديري الطابع كطبعيهم كاملين بالطابع هذا. كتجي زوينه هاد الشهده هذه، زوينه اقتصاديه، كتجي كتخرج كميه وفيره. انا النص هنا درتو لكم عادي، والنص نزيد عليه الشعريه ديال الفيرميسين غير باش تعطي الجماليه للحلوى ديالنا. واللي بغات تنوع بين 2 الاشكال تنوع، بغات تقسمي العجينه على 2 الاشكال، على 2 الاشكال غتقسميها. هذا هو الشكل ديالها. ها هي بعد ما دخلناها اللاطه، هذا هو الطياب ديالها بعد ما دخلناها. شوف كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله. حتى اللي درنا فيهم شعريه فيرميسين، شوف تا هما زوينين. حيت راه كتقسمي العجينه وكتزيدي عليها شويه الشعريه ديال الفيرميسين. وهذه هذا هو الشكل ديالها. شوف كتجي ما شاء الله مصوبه مقاده وزوينه. ونطلبوا من الله يعجبكم الفيديو، بغيتكم يعجبكم ان شاء الله، وتتبعونا وتتبعوها وتجربوها لانها اقتصاديه وتفرحي وليداتك في العيد وبالصحه والراحه.